وبعدها بنروح لكافكا وهو في الغيبوبة وبيفكر انه يفضل الموت على انه يتحول لكايدو. وبعدها بيفوق وبيقول انا حي، بس بينصدم ان القائد موجود، والقائد بيقول له مش هأذيك. فكافكا بيرد الحمد لله انك بخير، لو كنت اذيتك ما كنتش حاضر ابص في وش كوكورو. فالقائد بينصدم من كلامه وبيكمل كلامه بيقول ما دام انا لسه عايش يعني انت قبلت اني انسان. فالقائد بيرد لو قلبك كان ضعيف كنت مت. وهقول لك قرار المجلس، وقرارهم هو انك كايدو، وهنقرر بعدين لو كنت تهديد، ودلوقتي الكل معارض انك تعيش، فيا ابن كافكا اثبت لهم انك عايز تعيش. فكافكا بيستغرب انه نده باسمه وبيقول انا بعتبر نفسي ضابط وهخليك تفخر بيا. ومينا بتتبلغ بالقرار وهي مبتسمة ومطمنة اخيرا، وكوكورو كمان بتعرف وبتفرح، بس بتقول لازم اكون اقوى عشان لو خرج عن السيطرة مرة تانية اقدر اوقفه. وباقي الفرقة كلهم بيعرفوا الخبر وبيكونوا متحمسين وفرحانين جدا، ورينو بيقول كنت واثق انه هيرجع، والمرة الجاية لما اقابله هكون اقوى. والرقيب هوشنا كمان فرحان وبيقول مهمة كافكا هتكون صعبة لانه لازم يثبت انه مفيد، لانه مش سهل ان احنا نقبل كايجو في صف البشرية. وبنشوف كافكا نايم على نفسه رغم ان القائد لسه موجود وبيقول انتظريني يا مينا. بعدها بنشوف شخص ملقب برقم 9 الأول في الشطرنج على البلاد، وهو كايجو رقم 9. بيلعب شطرنج عشان يطور ذكائه لأنه مؤمن إن سلاح البشرية مبني على تراكم المعرفة عبر الأجيال، وقدامه مخططات القاعدة والجيش لأنه بيخطط لهجوم كبير. وبيقول حان الوقت لنكسب قوة الكايجو التي سقطت في أيدي البشر لصفنا. وبكده الموسم الأول بيخلص، بس الموسم التاني هيكون أحلى ومعاركه أقوى، واللي شاف إعلان الموسم التاني وكمان المانجا عارف كلامي كويس، فانتظرونا في الموسم التاني. سلام.